كتير بنسأل نفسنا، هو التغيير الكبير في حياتنا بيجي منين؟ الحقيقة إن كل تغيير عظيم، كل إنجاز، كل حاجة بتغير شكل العالم بتبدأ بحاجة بسيطة قوي، فكرة صامتة جوه عقل إنساني. النهاردة هنفك شفرة القوة الخفية دي، وهنشوف إزاي عالمنا اللي جوانا ده مش مجرد خواطر عبرة، لأ، ده هو المهندس الحقيقي اللي بيبني الواقع اللي كلنا عايشين. الجملة دي بتوقف الواحد عندها لحظة. تخيل بس ولو لثانية واحدة ننسى كل اللي نعرفه عن الواقع. دي مش مجرد جملة حلوة، دي دعوة حقيقية إننا نسأل نفسنا، طب وإيه يعني لو كل اللي فاكرينه حقيقة وثابت هو في الأصل قابل للتغيير؟ وهنا بقى بيجي السؤال المحوري، السؤال اللي ممكن يقلب مفاهيم كتير. يا ترى التغيير الحقيقي بيبدأ من بره، يعني من الظروف، من الناس، من الفرص اللي بتجيلنا، ولا بيبدأ من جوه، من شرارة، من فكرة واحدة صامتة كده بتنور في عقلنا فجأة؟ طيب خلينا نبدأ بالفرضية الأساسية، المهندس الخفي. الفكرة بتقول إن كل حاجة بتحصل في حياتنا من أصغر تفصيلة لأكبر إنجاز ممكن نتخيله ليها أصل واحد، ليها مهندس مش بنشوفه بعينينا، والمهندس ده هو ببساطة أول فكرة بنصدقها ونتبناها. شوف، أغلبنا متربي على فكرة إن الظروف هي اللي بتشكلنا، يعني لو اتولدت في مكان معين أو حصل لك موقف معين خلاص دي حياتك. لكن الحقيقة الأعمق بتقول لا، استنى، الموضوع العكس تماما. الأفكار اللي بنزرعها جوه هي اللي في الآخر بتشكل الظروف اللي بره. المعادلة هنا بتتقلب رأساً على عقب، وبدل ما الواحد يبقى مجرد رد فعل للي بيحصل حواليه، بيبقى هو اللي بيصنع العالم ده. الفكرة دي عاملة زي إيه بالظبط؟ زي البذرة. بذرة صغيرة جدا ممكن تبان تافهة وملهاش لازمة، بس البذرة دي شايلة جواها المخطط الكامل بتاع شجرة ضخمة. الأخطر بقى واللي لازم نفهمه كويس إن العقل مش بيقعد يحلل ويقول لا دي فكرة حلوة أو لا دي وحشة، لا خالص، هو بياخدها زي ما هي ويبدأ يبني حواليها، يبني عليها الواقع كله. وهنا في تشبيه عبقري. تخيل معايا سفينة عملاقة ماشية في نص المحيط. لو القبطان حرك الدفة درجة واحدة بس، درجة، في الأول مش هتلاحظ أي فرق، صح؟ لكن بعد كام يوم أو كام أسبوع هتلاقي السفينة دي وصلت مينا تانية خالص غير اللي كانت رايحاه. هي فكرة واحدة جديدة، فكرة واحدة بس بنصدقها بجد، بتعمل في مسار حياتنا نفس التأثير ده بالظبط. طيب الكلام ده جميل، بس ممكن حد يقول ده كلام تنمية بشرية وخلاص. فين الدليل؟ إزاي مجرد فكرة في الهوا كده ممكن يبقى ليها كل القوة دي؟ هنا بقى بندخل في الجزء الممتع، سر الدماغ نفسه. وهنا بقى المفاجأة الكبيرة. عقلنا الباطن، الجزء اللي بيشغل كل حاجة، عنده نقطة ضعف أو نقطة قوة حسب هنستخدمها إزاي. هو ببساطة مش بيفرق بين تجربة حقيقية بتحصل قدامه وتجربة متخيلة بوضوح شديد. يعني لما تتخيل موقف بكل تفاصيله، بمشاعرك، بأحاسيسك، بالنسبة للمخ ده بيحصل دلوقتي حقيقي، وبيبدأ يفرز نفس الهرمونات ويشغل نفس الشبكات العصبية. والدليل في جسمنا كلنا. جرب كده دلوقتي تفتكر موقف خوفك قوي، هتلاقي ضربات قلبك زادت ونفسك اختلف. طيب جرب تفتكر ذكرى حلوة قوي بتحبها، هتحس بهدوء وابتسامة. الجسم بيتفاعل مع الخيال كأنه حقيقة مطلقة. التجربة اللي في الذهن بتتحول فوراً لتجربة في الجسد. وعشان محدش يفتكر ان ده كلام خيالي، ده تكنيك اساسي بيستخدمه اكتر ناس محترفة في العالم. شوف الرياضيين الاولمبيين، شوف الجراحين الكبار، بيعملوا حاجة اسمها البروفة الذهنية. هم مش قاعدين بيسرحوا بخيالهم، لا، هم بيعملوا بروفة كاملة للعملية او الماتش في دماغهم مرة واثنين وعشرة. فلما يجي وقت الجد عقلهم وجسمهم بيكونوا حافظين طريق النجاة ده. وهنا بقى في سر مهم جدا. القوة مش في إن الواحد يتخيل حاجة جامدة قوي مرة واحدة وخلاص، لا، القوة الحقيقية في تكرار فكرة بسيطة كل يوم بهدوء وباستمرارية. العقل عامل زي العضلة، بيتعلم بالتمرين المستمر والهادي، مش بالصدمة أو الجهد اللي مرة واحدة. تمام، لحد هنا فهمنا النظرية والأساس العلمي. السؤال المهم بقى، إزاي نعمل ده صح؟ إزاي نستخدم الأداة دي بشكل فعال؟ يلا بينا ننتقل من الكلام النظري للطريقة العملية. الطريقة بسيطة جدا وتتلخص في 3 خطوات. أول حاجة، صورة قابلة للتصديق، يعني الواحد يتخيل خطوة واحدة بس لقدام، مش قفزة خيالية العقل يرفضها. تاني حاجة ودي الأهم على الإطلاق، الشعور. لازم نضيف الشعور الحقيقي للصورة دي، الإحساس هو البنزين اللي بيحرك الموضوع كله. تالت حاجة التكرار الهادي، نمارس ده في لحظات هدوء زي قبل النوم أو أول ما نصحى. الاستمرارية الهادية هي مفتاح كل حاجة. نيجي بقى للنقطة اللي ممكن تكون الأصعب والأعمق في الموضوع كله، وهي مفارقة غريبة شوية. أحياناً عشان الحاجة اللي بنسعى ليها تحصل لازم نتخلى عنها، مش نتخلى عن الرغبة فيها، لا، نتخلى عن التعلق المرضي بيها. ولازم نفرق بين حاجتين عكس بعض تماماً،
التعلق والإصرار الهادي. التعلق ده شعور مليان قلق وخوف، وكأنه بيقول لو ما حصلش أنا هنتهي، وده بيخلق مقاومة بتبوظ كل حاجة. أما الإصرار الهادي فده نابع من ثقة وهدوء، أنا عارف إنها هتحصل في وقتها الصح. الأول بيخنق الهدف والتاني بيديه مساحة يتنفس وينمو. الحالة دي بقى بنسميها الرغبة الصامتة، إن الواحد يبقى عارف هو عايز إيه بالظبط، صورة واضحة جدا بس من غير التوتر والإلحاح بتاع لازم يحصل دلوقتي حالا. الهدوء ده هو اللي بيدي مساحة لعقلنا اللاواعي إنه يشتغل براحته ويشوف الفرص اللي ممكن ما نبقاش واخدين بالنا منها. والجملة دي بتلخص الحكاية كلها. أكبر التحولات مش بتحصل وإحنا بنجاهد وبنعافر بأقصى قوتنا، لا، دي بتحصل في لحظة التخلي، اللحظة اللي بنقول فيها أنا عملت اللي عليا والباقي على ربنا، اللحظة اللي بنثق فيها في العملية نفسها وبنبطل قلق ومراقبة. في اللحظة دي بالذات الأبواب بتبدأ تتفتح لوحدها. طيب لما كل ده يحصل، إيه النتيجة اللي بنشوفها في حياتنا اليومية؟ النتيجة النهائية هي تحول كامل في طريقة عيشتنا. بدل ما نكون مجرد رد فعل اللي بيحصل لنا، بنتحول لناس بتعيش من جوه لبره. أفعالنا بتكون نابعة من إبداع داخلي مش مجرد ردود أفعال. وأول تغيير الواحد بيلاحظه مش بيكون بره، مش فلوس بتيجي أو علاقة بتتصلح، لا، أول تغيير بيكون جوه. الواحد يلاقي نفسه أهدى، المواقف اللي كانت بتستفزه زمان ما بقتش تأثر فيه بنفس القوة. السلام الداخلي ده هو أول ثمرة حقيقية، وبيحصل حتى لو الظروف اللي بره لسه زي ما هي. وبعد مرحلة الهدوء الداخلي دي بتبدأ تظهر إشارات صغيرة كده في العالم الخارجي، حاجات غريبة، صدفة ليها معنى، معلومة الواحد يلاقيها في الوقت اللي محتاجاها بالظبط، باب فرصة يتفتح فجأة. دي مش معجزات خارقة، دي علامات بسيطة بتقول إن عالمك الداخلي وعالمك الخارجي بدأوا يتكلموا نفس اللغة. وهنا نوصل للسؤال الأخير اللي بيغير منظورنا لكل حاجة. ماذا لو الهدف الحقيقي من كل ده مش إننا نحصل على أشياء معينة؟ ماذا لو الهدف هو إننا نصبح الشخص اللي الإنجازات دي بتكون نتيجة طبيعية ومنطقية لهويته؟ يعني التحول الحقيقي مش من الفقر للغنى، لكن من عقلية الامتلاك لعقلية الكون. وفي النهاية بنرجع لنفس الجملة اللي بدأنا بيها، بس المرة دي وإحنا فاهمينها بعمق أكتر. تخيل فقط ودعي الحياة تكمل الباقي. المهمة بتاعتنا هي إننا نرسم الصورة بوعي وثقة، وبعدين نسيب مساحة للحياة إنها تشتغل وتكمل التفاصيل. دي دعوة للثقة في الرحلة، في العملية نفسها.